ما عندكيش كيس الحلواني، استني، الكنزاية دي هتحل المشكلة كلها. عارفين الكنزة بتاعة البيبس او الحاجة ساقعة، هنعمل منها حاجة حلوة جدا ونرميها. هاتي اي كنزاية عندك عادية جدا من اللي انت شايفينها دي، متكونش مقاطعة، هتقصيها كده بالشكل ده او نعملها بالقطر. نخلي بالنا بالراحة علشان ايدينا، ونقصها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نشيل بس منها علشان نعرف نخلعها او نقطعها. هي سهلة جدا، بتقص على طول وبتقطع على طول، مفيش أي مشكلة منها خالص. ما تخافوش، هنلم بس كده الحتت اللي بتطلع منها علشان ما تعورش حد. تمام، وندعي لنا مش تدعوا علينا. خلاص كده بالشكل ده فتحناها، وبنلم ايه كل اللي بيطلع منها. ما تخافوش، على فكرة مش بتعور قوي، بس لازم نخلي بالنا. نفردها بقى على قد ما نقدر بالشكل ده. خلاص، هي نظيفة، مش وحشة، او ممكن تغسلوها لو حاسين ان هي مش نظيفة. ولو مشرشبة كده نقصها ونعدلها اهو. القمع ده غالي جدا من حاجة ممكن كنت ترموها، هتعمليها بالشكل اللي انت شايفاه ده. ولا اسهل ولا اروع. فتحناها قطعتين، فتحة ونعملها باللزقة. نجيب اللزقة كده، انا حاطة دبوس في قلب عند اللزقة كده عشان لما اجي اخد حتة لزقة الاقي المكان بتاعه، معرفش ادور على المكان اللي اخد منه اللزق. شايفين كل حاجة سهلة اهي. وعملنا اول قمع، ونشيل الزيادات اللي فوق اهو بالشكل ده. هتعملي زي اللي بيتباع بره واحسن. ثواني، هتشوفي بقى انت عايزة القمع بالشكل ده مثلا لديفور، هتعملي شكل الديفور اللي انت عايزاه، شكل الوردة، شكل البسكوت، حسب ما انت عايزة. يعني حاجة شكل احترافي بجد خطير، شبه اللي كأنك بتشتري من بره بالظبط، ولا يفرق عن الكيس الحلواني، يمكن احسن كمان. هعمل لكم الكيس الحلواني دلوقتي بكل سهولة، بحتة كيس مقطوع كمان. ويبقى عملنا القمع والكيس في فيديو. انا هعمل لكم كذا فيديو وكذا طريقة، لو حابين تشوفوا كذا فكرة على القناة. عاملة يجي 4 فيديوهات بكل طريقة. بحرف الدبوس كده ممكن تقطعوا ال- اللزق في ثواني. وبالشكل ده برضه نشيل الزيادات، وحسب ما احنا عايزين الشكل يا جماعة هنعمله اهو بالمقص. ده سلسة جدا وسهلة وبتقص معانا بكل سهولة. نعمل سبعات وتمانيات. و ممكن تعملي اللي فوق بس وتسيبي الجزء اللي تحت، يبقى شكل البسكوتة اللي بتبقى مشرشرة دي بتاعت العيد. او ممكن تعمليها كاملة زي ما انا بعملها كده، تبقى للبوديفور. خلاص بالشكل اللي انت حباه بقى، فاهمين اهو، ولا اروع ولا احسن. كده عملنا. لو واسع شوية هتتنيل جوه كده، بس نخلي بالنا برضو علشان ما نتعورش. هو كده خلاص خلصنا عملناه، حاجة جميلة جدا. هنبقى نخش على الكيس. ممكن ده نعمله نسيبه كده، او نعمله برضو من فوق، براحتكم خالص. الحاجات بقى دي هنلمها ونخلي بالنا عشان ما تعورش. وخلاص كده خلصنا ايه القمع بتاعنا اللي احنا بنشتريه بقد كده، ومن حاجة بنرميها. هنعمل الكيس برضو
ده للبسكوت، للكريمة، للبلح الشام، لأي حاجة انتوا بتحبوا تعملوها في البيت وما عندكوش قمع او كيس البلاستيك. تخش على كيس البلاستيك تعملوه. هوريكم الفكرة بتاعت الكيس برضو هتعملوها ازاي. بتقصي بقى على قد القمع، بتشوفي المقاس وبتقطعي الكيس، تدخلي بقى القمع بتاعك وبتشتغلي بيه. مفيش احسن من كده يا جماعة، كيس اهو من غير فلوس حاجة جميلة، بديل الكيس الحلواني في البيت بكنزاية قديمة تحولت لأحلى كيس تزين الكريمات والحلويات. فكرة سهلة وتوفير طبعا، والنتيجة احترافية. جربيها وقوليلي. هوريكم بقى الكيس بيتعمل ازاي بكل سهولة مع بعض، هنشوفوا حاجة كده خرافية. لو لسه بتابعيني، لايك للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. هتجيبي بقى كيس، هنا عندك كيس رز، كيس مكرونة، اي كيس هتقصيه كده قطعتين، هتاخدي منه قطعة بالشكل ده وتجيبي الطرف الاولاني كده بالشكل ده وتلفي الطرف التاني عليه، ويبقى كده عملتي ايه القمع اللي احنا شفناه. وبتقصيه بقى على قد القمع اللي احنا عملناه بالشكل ده. سهل جدا، هنكررها العملية دي كمان مرة عشان تشوفي الطريقة. وهنحط بس حتة لزقة من بره، وبأهم حاجة يكون البلاستيك نفسه يكون قوي. النوع يعني مثلا الكيس يكون ايه نوع قوي. ممكن تحطي لزقة من جوه وممكن لا، اهم حاجة اللزقة اللي من بره تمسك معانا الكيس. قطعنا الكيس قطعتين وخدنا منه قطعة كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، لفيناه زي ما انت شفتيه. سهل قوي. هعمل لك كمان مره عشان اللي ما شافش او ما عرفش بتعمل ازاي يعملها اهي بالشكل ده. ممكن تحطي هتلزق علشان تعرفي تشتغلي جوه، وبعدين تشيليها براحتك لو عايزه تشيليها في الاخر. هو في منتهى السهوله، ويعني حاجه كده فوق الخيال بجد اهي. ونحط هتلزق هنا كمان وخلص الموضوع. بتحكمي فيه بتحكمي في يعني اللي هو الحجم وحسب ممكن كمان تخليه رفيع وممكن تخليه تخين حسب ما انت عايزة. ممكن نحط فيه صوص شوكولاتة ونجربه بدون كمان قمع، وهوريهولكوا دلوقتي حالا. تحط كده فيه الصوص او الشوكولاتة السايحة او ايا كان ان انت هتحطيه في قلبه بالشكل ده، وبتشتغلي بيه وتقصيه من تحت حسب ما انت عايزة. ومعاكي احلى كيس حلواني خطير، حاجة كده خرافة. ان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، واستودعكم الله. السلام عليكم.